اسمي شادية وعندي 35 سنة. حلوة جدا، ودي شهادة الناس اللي حواليا، يعني الجيران والبياعين في الشارع. كل اللي كان بيشوفني كان بيتمنى انه يتكلم معايا، بس للأسف حظي في الجواز مطلعش كويس. اتجوزت وانا سن صغير. اهلي ناس على قد حالهم جدا، وكان بيتقدم لي عرسان كتير، بس حظي جوه في الشاب اللي هقولكم عليه دلوقتي. اتقدم لي شاب وكان عنده 22 سنة، بس الشاب ده قال لأهلي إنه مش قادر يجيب شقة، وكان مجهز أوضة في شقة العيلة اللي هي شقة أمه، والعيلة دي مكونة من 3 شباب كلهم لسه ما اتجوزوش. بس علشان حالتنا المادية كانت صعبة جدا، أهلي قرروا إنهم يوافقوا ويضحوا بيا، واتجوزت. في ليلة الدخلة سيبنا الشقة لمدة أسبوع، قعدنا عند خاله علشان ناخد راحتنا بما إننا عرسان جداد، وفعلا مشيوا وفضلنا في الشقة. هي كانت 3 أوض، ورضت بالأمر الواقع، ما كانش في إيدي أي حاجة، واتجوزنا وقعدنا أسبوع لوحدنا، وبعدها رجعوا شقة تاني. إخواته كانوا شباب، وممنوع أخرج برا أوضة نومي غير لما أكون لابسة إسدال أو حتى عباية. الموضوع مشي كده واتأقلمت، بس بدأت ألاحظ إن في واحد من إخواته عينه مني، وفي الرايحة والجاية كان بيبص عليا. ما كنتش بعرف أتحرك في الشقة علشان هو دايما قاعد في البيت. الموضوع زاد عن حده لحد ما أمه بدأت تلاحظ، وقامت بسرعة جهزت له أوضة من الشقة وجوزته علشان ما يحصلش مشاكل بين الإخوات. المهم بقينا كلنا عايشين في نفس الشقة. بعد سنة ربنا رزقني ببنت كانت زي القمر، بس فرحتي ما كملتش. جوزي تعب فجأة ودخل العناية، وفضل فيها أسبوع وبعد كده توفى، سابني أنا وبنتي لوحدنا. بعد شهر من وفاته ما كنتش عارفة أروح فين، أروح لأهلي اللي حالتهم صعبة جدا، ولا أفضل عايش هنا مع حماتي وإخواته اللي كلهم شباب. كنت هتجنن، فضلت قافلة باب الأوضة عليا وهموت من التفكير، لحد ما أخو جوزي اللي كانت عينه مني راح لأمه وقال لها أنا عايزة أتجوز شادية، أنا هربي بنتها وأكون لهم سند علشان ما تمشيش من البيت والبنت تتربى بعيد عننا. أمه قالت له لأ، مراتك لأ، أنا هجوزها لواحد من إخواتك التانيين علشان ما تعملش مشاكل مع مراتك. قال لها مستحيل حد ياخدها غيري، أنا بحبها من زمان ولازم أتجوزها. طبعا حماتي ما كانتش موافقة علشان ما تخربش بيته. تاني يوم الصبح سمعت خناقة كبيرة جدا، الصوت طالع من أوضة أخو جوزي، كان بيتخانق مع مراته، فضل يضرب فيها جامد. كلنا تدخلنا وقلنا له ما ينفعش كده، عيب عليك. فضل يشتم فيها ويقول إنها مش كويسة وإنها ما ينفعش تعيش معانا في البيت. مراته قامت وقربت مني وراح ضرباني بالقلم وقالت لي كله منك انت، ايه اللي مقحدك هنا؟ مش خلاص جوزك مات؟ يلا امشي من هنا يا خطفة الرجالة. أخو جوزي قام بسرعة ورد لها نفس القلم وقال لها انت طالق، يلا غوري على بيت أهلك. أنا طلعت أجري من الأوضة وخدت بنتي ونزلت جري على الشارع وأنا بموت من العياط ومش عارفة أروح فين. فضلت في الشارع أنا وبنتي لحد بالليل، وقت متأخر جدا ومش لاقي مكان أروحه. هما فضلوا يدوروا عليا، راحوا عند أهلي وعند كل حد يعرفوه، محدش عرف يلاقيني. أهلي كمان قلقوا وفضلوا يدوروا معاه، بس ما كانش حد عارف أنا فين. لحد نص الليل وأنا في الشارع بموت من الرعب وخايفة جدا حد يطلع عليا أنا وبنتي. وفجأة لقيت أخو جوزي قدامي، جريت عليه وترميت في حضنه، كنت خايفة جدا ومصدقت إني شفته. قعد يتكلم معايا وقال لي إنه بيحبني جدا من أول ما دخلت البيت، ولما جوزي مات قرر يتجوزني على طول قبل ما حد تاني يتقدم لي. قال لي انتي لسه صغيرة وجميلة جدا ومش هسيبك لحد تاني. بعد اللي شفته في الشارع والخوف اللي عشته وافقت فورا من غير ما أفكر وروحت معاه. بعدها على طول اتجوزته وعشنا أحلى أيام حياتنا. رضيت بالأمر الواقع. الموضوع كان صعب علي في الأول علشان أنا كنت بحب جوزي جدا وما كانش في دماغي أبدا أتجوز أخوه، بس زي ما قلت لكم الوضع كان صعب جدا. ما ينفعش أروح ببنتي عند أهلي اللي حالتهم المادية تعبانة والبنت لسه رضيعة، وما كانش ينفع أسيبها وانزل أشتغل. اليوم ده قررت أوافق وأتجوزه فورا. قلت خلاص هيبقى قبل بنتي وسند ليا ومحدش يضايقاني تاني. وكان نعم الراجل، كان حنين جدا عليا، وكان الزوج والأب لبنتي وحبيته جدا من حنيته عليا. وبعد فترة خلفت توأم ولد وبنت، ومعاملته لبنتي ما تغيرتش، يمكن كان بيحبها أكتر من ولاده. ربنا عوضني به. ودي كانت حكاية النهاردة، يا رب تكون عجبتكم.
بس أنا حسيت إني ظلمته، إنه اتجوزني وطلق مراته. يا ريت شاركوني رأيكم في التعليقات، قولولي كان ينفع يرجعها وتعيش معانا ولا اللي عمله كان صح؟ ودي كانت حكايتنا النهاردة، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة.